السلام عليكم. النهاردة هوريكي أسهل طريقة لعمل أجمل وأخطر رز معمر. وزي ما انت شايفة أنا عامله في صينية ألمونيا زي الرز الفلاحي بالظبط، يعني هو الرز المعمر الفلاحي دي طريقته. وطالع زي ما انت شايفاه مش معجون، وأسرار بسيطة جدا هخليكي محترفة. في البداية يا ست الكل لازم لبن بلدي، تمام؟ طيب أنا غالي لبن وعندي محوش قشطة. وبص اللبن مطلع كمية قشطة دي، اللهم صل على النبي، كمية محترمة. من 2 كيلو لبن مطلع كمية قشطة محترمة جدا جدا. ولو اللبن البلدي بتاعك ما بيطلعش القشطه دي، يبقى حضرتك انا اسف ما بتعرفيش تغلي اللبن. قولي لي في الكومنتات واعمل لك فيديو ازاي نغلي اللبن اللي بيطلع لك قشطه كميه محترمه زي ما انت شايفه كده. انا هعمل كيلو من الرز، يبقى كيلو من الرز مغسول كويس جدا ومتصفي كويس جدا جدا. هنزل عليه بمعلقه من السمنه البلدي. وبصي بقى عشان الرز ما يعجونش منك، معلقتين كبار من الزيت. ليه؟ عشان الرز ما يبقاش طالع منك معجن. وهحط عليهم معلقتين من القشطه اللي انا مطلعهم من اللبن البلدي بتاعي. انا ما بشتريش قشطه يا جماعه، يعني انا لما بخزنها وبطلعها من اللبن وبغلي اللبن مظبوط بوفر على نفسي كتير جدا تمن القشطه اللي ممكن تشتريها من اللبان. تفركي بقى السمنه مع القشطه كويس قوي قوي قوي، وتقوم حاطه معلقه الملح لان انا هعمل هنا رز معمر مالح مش الحلو. وافركي بقى كده بالمعلقه، توزعي كويس جدا لحد لما الرز يتشرب القشطه والسمن والزيت والملح. وهنزل بكيلو من اللبن. خلي بال سيادتك، كيلو رز هياخد 2 كيلو من السوائل. فانا عشان اوفر في الوصفه وما اكلفش كتير حطيت كيلو من اللبن واحط كيلو من الميه. طب يا شيف انا عايز اسقي ب 2 كيلو لبن، عادي حط 2 كيلو لبن. طب ما ينفع كيلو ونص لبن ونص ميه؟ انا عامل بكيلو ميه وكيلو لبن زي ما انت شايفه كده. طيب اللبن دافي، الميه سخنه، حطيت كوبايتين. وهبتدي هساوي الرز وهقيس عشان يطلع الرز معايا مظبوط بعقلة صباع زي ما علمتك اكتر من مرة. فطلع ان احنا محتاجين نزود المية، فزودت كوباية مية ورجعت سويت الرز عشان ما يبقاش فيه منه طالع ونازل. وهقيس تاني بالصباع لقيت لا مظبوط، عقلة صباع اهو زي ما انت شايفين بالمنظر ده. حاجة كده زي الفل، مفيش ابسط من كده. وباقي القشطة بتاعتي يا ست الكل انزلي بيهم في الصينية بتاعتك. خلي بال حضرتك ان الصينية الالومنيا توزيع الحرارة فيها بيبقى كويس جدا جدا. هنحطه في فرن سابق التسخين في الرف الاوسط. هتولعي عليه الشوايه وهتولعي الفرن من تحت والصينيه في النص، تمام؟ بعد 10 دقايق تلت ساعه هياخد وش، 10 دقايق او 15 دقيقه هياخد وش وهتبقي يغلي من فوق. تقومي طافيه الشوايه وتسيبيه بقى على شعله الفرن لمده نص ساعه. هيطلع معاكي زي ما انت شايفه بالمنظر التحفه دوت. بصي بقى عشان تعرفي احنا الوصفه ناجحه ولا مش ناجحه، انا بطلع خرطه الرز اهو. واخده بالك ان هو مش لازق في الصينيه من تحت؟ الصينيه طالعه نضيفه زي الفل ومش معجون زي ما انت شايفه بالمنظر ده. انجح واسهل وابسط طريقه لعمل الرز المعمر الفلاحي في البيت.